التيار السياسي الإسلامي يرى أن سلطة الشعب تنحصر في السلطة التنفيذية، إنك تختار اللي ينفذ. لكن لما نيجي نتكلم عن السلطة التشريعية يرى أن السلطة التشريعية ليست للشعب، وإنما ألا له الخلق والإيه؟ ألا له الخلق والأمر. هل الإخوان المسلمين عندهم مشروع قومي سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي تاريخي يتبني عليه؟ إذا كان عندهم تاريخ هو تاريخ ديني، تاريخ في خدمة قرآن، تاريخ في جمعيات خيرية. إذا كان عندهم تاريخ هو تاريخ ديني، تاريخ في خدمة قرآن. إذا كان عندهم تاريخ هو تاريخ ديني، تاريخ في خدمة قرآن. عايز تلبس حشمه في شكل الحشمه اللي موجود في الصعيد، من غير لا شيخ يقول له اعمل ولا تسوي، من غير لا شيخ يقول له اعمل ولا تسوي، من غير لا شيخ يقول له اعمل ولا تسوي. لكن النهارده امشي كده وشوفي حتى طريقه، عايز تلبس جلابيه، في حاجه اسمها الجلابيه المصريه، لكن انا شايفها في الشارع دي الجلابيه الباكستانيه. عايز تلبس حشمه في شكل الحشمه اللي موجود في الصعيد، من غير لا شيخ يقول له اعمل ولا تسوي. لو عايز تحتشم دي حاجه فيها الهويه المصريه، لكن الان ده احتلال داخلي. النهارده لما تم مستر شيح ان المسلسل انتهى يعني والفيلم خلص والسيد الكتاتني طلع عشان يطلع على المنصه، واحد وقف قال الله اكبر ولله الحمد، واحد وقف قال الله اكبر ولله الحمد. زي اللي ماشي يقول لك هأمر بالمعروف وانا على المنكر، كان نفع نفسه في البلاد العربيه اللي بيطبق فيها، في منبعه اللي عندهم كل اشكال الموبقات. يعني انا في منبعه اللي عندهم كل اشكال الموبقات. في منبعه اللي عندهم كل اشكال الموبقات. يعني كم الفتاوى وكم الخطب وكم الشيوخ اللي بالونا بيهم في التلفزيونات تكفير وتفسيق لكل الناس وتوجيه للناس بفتاوى. كم الخطب وكم الشيوخ اللي بالونا بيهم في التلفزيونات، كم الخطب وكم الشيوخ اللي بالونا بيهم في التلفزيونات. هو يتحدث كلاما سياسيا يعني، انما انت ما تقوليش تقرف وسذج. هو امانك بيتكلم انه الراجل ده بيستغل نفوذه، دي مش مزايده. هل نجيب ساويرس تستغل نفوذه في اي موقف؟ ما زي ما بتدافع ما تدافع برضه. هل نجيب ساويرس تستغل نفوذه في اي موقف؟ هل نجيب ساويرس تستغل نفوذه في اي موقف؟ وفي الحقيقه يعني جميعا مسلمين واقباط هنقف مع المهندس نجيب ضد هذه الحمله الشرسه المحمومه، هنقف مع المهندس نجيب، هنقف مع المهندس نجيب، هنقف مع المهندس نجيب. وجود اسم الشيخ حسان في قصه تخص المشير هيديله تعاطف يعني انصار الشيخ حسان في الشارع يعني. ايوه، فهم الاثنين ربطوا الموضوعين ببعض عشان يستفيدوا من بعض في الحقيقه يعني. استاذ محمد، اتطلع للقاء قريب مع حضرتك، لانه بعد الوجود تحت قبه البرلمان عندنا قضايا كتير اتمنى ان احنا نناقشها مع حضرتك لو ما عندكش مانع في اقرب فرصه. والله يا فندم بيشرفني جدا التواصل معاكم، وانتم من القنوات المحببه الى قلبي، واتمنى في اقرب فرصه يبقى لي يعني فرصه معاكم ان شاء الله. حضرتك كمان من الضيوف المحببين لقلوب مشاهدينا. بيشرفني جدا التواصل معاكم، وانتم من القنوات المحببه الى قلبي. بيشرفني جدا التواصل معاكم، وانتم من القنوات المحببه الى قلبي. بيشرفني جدا التواصل معاكم، وانتم من القنوات المحببه الى قلبي.
يعني انا عايز اقول انه ايه، انه لو انت بتتكلم ان الكنيسه عملت كده وهم اللي يسالوا في دوت، انا شايف ان ده رد فعل منطقي جدا لكل اللي بيحصل من ايام الاستفتاء. يعني كلمه الكنيسه وصدرت اوامر لازم يكون حد منكم حضر، انتوا الاثنين. انت حضرت؟ لا. حضرتك حضرت؟ لا. يبقى ما تقولش صدر، ما تقولش صدر اوامر. ايه اللي انت رايته؟ ايه اللي انت رايته؟ رايته اتوبيسات فيها ناس؟ انت هتتخانق حضرتك؟ ايه اللي انت رايته؟ ايه اللي هو راه؟ ممكن حضرتك ده حاجه غريبه جدا. كلمه صدرت الاوامر وكذا، معناه ان انتوا الاثنين كنتوا حاضرين مع القساوسه، وده ما حصلش. هذا نزل على النت يا استاذ بقول لك نزل على النت اجتماع للكنيسه بيقولوا انزلوا. الاوامر هو ايه اللي نزل على النت؟ نزل على النت انك تصور اتوبيسات، ما انت ممكن تروح تصور اتوبيسات نقل عام. تكفير وتفسيق لكل الناس وتوجيه للناس بفتاوى، ويقول لك ما عندناش طائفيه. انت تخلي المسيحي رئيس جمهوريه؟ ده سؤال مباشر. التزم ادب الحوار حتى. ده سؤال مباشر. يا جماعه لو سمحت، ده حاجه غريبه جدا. لو سمحت بس دكتور محمود، هناك ادب الحوار. ده حاجه غريبه. بطل لف ودوران. بنكلمك عن مواطنه كامله. بنكلمك عن مواطنه. دكتور محمد، ده حاجه غريبه جدا. لو سمحت يا جماعه، ما عمالين نلف وندور ولا احنا في سرت. طب لو سمحت، انت تخلي المسيحي رئيس جمهوريه؟ ده سؤال مباشر. انت تخلي المسيحي رئيس جمهوريه؟ ده سؤال مباشر.